يعني المبلغ الهائل وبقاء بيدرو على قائمة البدلاء بعد حضور لويس سواريز. الرأسية هنا جول، ضاعت الأولى ما ضاعت الثانية، وسجل برشلونة الهدف الأول. ضاعت الأولى من ميسي، أنقذ الموقف فابريسيو، ولكن الآن ميسي يتقدم، ورأسية ميسي في مرمى ديبورتيفو لاكارونيا بالتخصص. ميسي يعني ميسي يحب أن يلعب أمام ديبورتيفو لاكارونيا، لكن لاحظوا العمل قبل ذلك، ولاحظوا الكرة اللي تحولت على رأس ميسي مباشرة في مرمى فابريسيو، مسجلا الهدف الأول لمصلحة برشلونة. حلوة اللقطة، جميلة جدا من راكيتيتش المتألق الكرواتي اللي حولها إلى الأمام مباشرة. رأسية ميسي في مرمى ديبورتيفو لاكارونيا. هنا البرشا يتقدم بهدف واحد مقابل اللاعب أليكس بيرغانتينيوس. وهنا ميسي يحول الكرة إلى نيمار سيطر عليها والتقدم. جول ميسي، هدف ثاني لبرشلونة مباشرة. الكرة في المرمى بعد أن تقدم ميسي وبعد أن تقدم لويس سواريز، وبالتالي ميسي نفسه يعني آخر لقاء كما ذكرت في موسم 2012-2013 ميسي أتى بالهاتريك. الآن ميسي يكون في الطريقة بالطريقة أولا الكرة رأسية الهدف الأول، وبهذا الشكل الجميل نقل الكرة نيمار هنا تقدم ميسي والكرة عبرت، وميسي يسجل الهدف الثاني لمصلحة برشلونة. صارت 2-0. وفي المباراة رقم 10 أصبح ميسي يسجل الهدف رقم 11 في مرمى ديبورتيفو لاكارونيا. نيمار صانع الهدف، ونيمار عنده 12 هدف، وميسي أصبح عنده 18 هدف، وبقى لويس سواريز إلى هدفين. ضربة ركنية لمصلحة برشلونة، بينية منقولة وصلت إلى ميسي. جول، الهاتريك لميسي، يعني مثل ما فعل 2012-2013 أتى بالهاتريك، يأتي هنا في ملعب ريازور يكرر الهاتريك الآن ويسجل الهدف الثالث. الكرة من الأساس إلى ضربة ركنية، يوم لعبت بينية تابعها ميسي وسدد له كرة قوية على يمين حارس المرمى في الزاوية البعيدة، وبالتالي لاحظ يوم تقدم ميسي والكرة البينية الجميلة. لاحظ ميسي وين لعب الكرة، لعبها في الزاوية على يمين حارس المرمى، وبالتالي ميسي يمسي على جماهير ديبورتيفو لاكارونيا وعلى جماهير برشلونة، ويسجل يمسي على الجميع بإحراز للهاتريك في مباراة اليوم. صارت 3-0 ميسي والأهداف الثلاثة. ميسي وقد وصل إلى الهدف رقم 19.